السلام عليكم. لو اكتشفت فجأة إن القاتل المأجور اللي استعنت بيه علشان يقتل شريك حياتك هو آخر شخص ينفع إنك تستعين بيه، فيا ترى وقتها هيكون إيه رد فعلك؟ في واحدة من أغرب الحكايات اللي ممكن نسمع عنها، وحقيقي بتوضح قد إيه في نوع من البشر البجاحة عندهم في حتة تانية خالص. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في ولاية فلوريدا الأمريكية سنة 2009، رجل أعمال اسمه مايكل دوبوليتر عايش في مدينة اسمها بوينتن بيتش، ودي مدينة غنية جدا ومعروف إن اللي بيعيش فيها بيكون من الطبقة المرتاحة ماديا. مايكل متجوز من 7 سنين، بس ما كانش مرتاح في حياته مع مراته وعلى طول في مشاكل ما بينهم. وفي سنة 2009 مراته سابت له البيت وراحت تقضي كام يوم عند أهلها. مايكل لما مراته سابت البيت قرر إنه هيرفه عن نفسه شوية، واتصل بشركة بتوفر للزباين مرافقات، واحدة بيقضي معاها يوم بمقابل مادي. والشركة دي بعتت له واحدة اسمها داليا، ومايكل لما شاف داليا عجبته لدرجة انه ما بقاش قادر يستغنى عنها. وبعد اسبوعين بس مايكل طلق مراته بعد 7 سنين جواز، وتقدم لداليا، وطبعا وافقت على طول. وحس مايكل وقتها انه خلاص لقى فتاة احلامه اللي هيقضي معاها باقي عمره كله. والله يا مايكل انت اللي جبته لنفسك، استحمل بقى اللي هيجرى لك. داليا في بداية جوازها من مايكل كانت بتحاول تظهر بإنها الزوجة الودودة اللي بتحب جوزها، وطول الوقت كانت بتتعمد تظهر ده قدام كل الناس. وفي يوم 12 مارس سنة 2009 مايكل في اليوم ده بيصحى من النوم على صوت جرس باب البيت، ولما نزل يشوف مين اللي جاي في الوقت ده، وبمجرد ما فتح الباب لقى ضابط شرطة قدامه. والضابط ده اللي كان مسؤول عن مراقبة مايكل، لأنه كان اتسجن قبل كده من حوالي 8 سنين بسبب عملية نصب، واتسجن 7 شهور، وبعد ما خرج من السجن اتحط تحت المراقبة لمدة 28 سنة. مايكل لما شاف الضابط ده قدامه ومعاه 2 ضباط كمان كان مصدوم، لأن دي أول مرة الضابط يجيله فجأة ومن غير ميعاد. الضابط قال له إن جالهم بلاغ من شخص مجهول إن مايكل بيبيع مخدرات ومواد ممنوعة من بيته، ووراله أمر تفتيش البيت. ودخل الضابط وفتش بيت مايكل، ولكن لحسن حظه إن الضابط ملقاش حاجة، لأن فعلا مايكل ما بيتاجرش في المخدرات ولا في المواد الممنوعة. مايكل بعد ما الضابط مشى قعد يفكر في مين الشخص اللي قدم فيه البلاغ ده، ويا ترى كان مقلب ولا حد فعلا عاوز يأذيه. وفي الوقت ده دخلت عليه مراته داليا ولقته في حالة مش كويسة، فقعدت تهديه وتقول له إن ده أكيد بلاغ غلط وبلاش يشغل باله بالموضوع. واقترحت عليه إنهم يروحوا يغيروا جو، ووافق مايكل وراحوا هما الاتنين وقضوا وقت جميل مع بعض. ولكن في آخر الرحلة مايكل لما راح يركب عربيته هو وداليا علشان يرجعوا بيتهم، اتفاجئ إن الشرطة متجمعين حوالين عربيته، وقالوا له إن جالهم بلاغ إنه بيبيع مخدرات من عربيته، ولو سمحت عايزين نفتش العربية. مايكل طبعا ما يقدرش يرفض، وخلاهم يفتشوا العربية، والتاني مرة ما يلاقوش حاجة، واعتذروا لمايكل ورجع هو وداليا على البيت. ويعدي كام يوم بعدها ومايكل وداليا يخرجوا يتعشوا بره، ولما جم يروحوا لقوا الشرطة برضه موجودة عند عربية مايكل، وطلبوا منه يفتشوا العربية، لأن جالهم بلاغ من شخص مجهول إن مايكل بيبيع مخدرات من عربيته. مايكل في الوقت ده حس إن مفيش حد بيتقدم فيه بلاغات غيره، وكمان مين الشخص المجهول اللي مستقصده ده، بس برضه ما يقدرش يمنعهم إنهم يفتشوا العربية. وكانت الصدمة المرة دي إنهم لقوا كيس صغير فيه كمية بسيطة من الكوكايين. مايكل لما شاف الكيس حس إن الدنيا اسودت في وشه، وقعد يقول للشرطة إنه ما يعرفش أي حاجة عن الكيس ده وإيه اللي وصله لعربيته. وفي مركز الشرطة مايكل قعد يحلف إنه ملوش أي علاقة بالموضوع ده، وإن أكيد في حد عاوز يوقعه في مشكلة. الشرطة لما رجعت للبلاغات اللي كانت قبل كده واللي كانت كلها غلط، ومع إصرار مايكل صدقوه في النهاية وأطلقوا سراحه. بس من البداية كان عندهم شك في داليا مراته، لأنها وقت اعتقاله ما أظهرتش أي رد فعل، ولا حتى لما كان منهار وكأنه مش جوزها، وما حاولتش أبدا إنها تدافع عنه. ولكن طبعا ما عندهمش أي دليل على شكهم ده. مايكل وهو مروح على البيت مع مراته داليا كانت هي اللي سايقة العربية وهو قاعد جنبها، وطول الطريق مايكل عمال يفكر في مين اللي حط له الكيس ده في العربية. وكمان محدش يعرف إنهم خارجين يتعشوا بره، ولا حد يعرف المكان اللي هم رايحينه غير هو ومراته. وفجأة مايكل بص لداليا وقال لها بقولك إيه، هو أنت اللي حطيتي الكيس ده في العربية؟ داليا ساعتها بصت له وعينيها كلها شر، وقالت له أنت بتقول إيه؟ إزاي تفكر في حاجة زي كده؟ أنت اتجننت؟ وقعدت تصرخ وساقت العربية بسرعة رهيبة، لدرجة إن مايكل خاف على حياته، وقعد يهدي فيها ويقول لها إنه ما كانش يقصد اللي قاله.
وروّحوا بعدها هُم الاتنين على البيت، وداليا قعدت تفكّر طول الليل إن مايكل خلاص بدأ يشُك فيها، ولازم تشيل الفكرة دي من دماغه وتشغله بأي حاجة تانية. وفعلًا تاني يوم الصبح داليا حضّرت الفطار وصحّت مايكل وقالت له: "أنا عندي ليك مفاجأة." وقالت له إنها حامل. مايكل طبعًا طار من الفرحة ونسى كل اللي حصل ليلة امبارح، وطبعًا كل ده كان كدب من داليا، بس قدرت تنجح إنها تلهي مايكل عن التفكير في أي حاجة تانية. وفي نفس اليوم داليا كلمت شخص من اللي كانت بتحبهم قبل كده، ما هم أصلهم كتير، والشخص ده اسمه مايك ستانلي، وقالت له يجي لها البيت، وطلبت منه إنه يمثل إنه محامي ويتصل على جوزها مايكل ويقنعه إنه ينقل ملكية البيت لزوجته، علشان لو اتقبض عليه في أي وقت الشرطة ما تاخدش منه البيت. وفعلا قدر يقنع مايكل، وراح مع داليا مراته ونقل لها ملكية البيت وخلاه باسمها. وأكيد دلوقتي عرفتوا هي داليا اتجوزت مايكل ليه، وإن الموضوع من البداية كان طمع مش أكتر. داليا كانت خطتها إن مايكل بعد ما يكتب لها البيت تهجره وتبيع البيت، ولكن اكتشفت إنها ما تقدرش تبيع البيت طول ما هي ومايكل متجوزين. وكمان لو طلبت منه الطلاق القانون الأمريكي بيسمح له إنه ياخد نص البيت، وده طبعا عكس اللي كانت داليا عايزاه. ولقت مفيش قدامها غير حل واحد بس، وهي إنها تتخلص منه. مش قلتلك استحمل اللي هيجرالك؟ داليا كانت عايزة قاتل مأجور ينفذ المهمة ويقتل جوزها مايكل، وطبعا أول حاجة هتيجي في بالها هي إنها تستعين بواحد من حبايبها بتوع زمان، وأكيد هيكون غير مايك ستانلي اللي مثل قبل كده إنه محامي. هما كام واحد يا داليا ربنا يهدك. المهم داليا المرة دي اختارت شخص اسمه محمد شهابي، واتصلت عليه وطلبت منه على طول كده إنها عايزاه يشوف لها قاتل مأجور علشان يخلص على جوزها، ووعدته إنها تديله مبلغ كبير لو قدر يساعدها في العملية دي. محمد شهابي كان مصدوم من طلب داليا ومش عارف هي ليه اختارته هو بالذات، بس وقتها ما قالهاش انه موافق ولا قال لها انه رافض. كل اللي قاله لها انه هيشوف هيعمل ايه وهيرجع يكلمها تاني. محمد شهابي بعد ما قفل المكالمة مع داليا راح لمركز الشرطة وبلغهم باللي دار بينه وبين داليا. الشرطة طلبت من محمد انه يساعدهم عن طريق انهم هيثبتوا كاميرا خفية في عربيته، وبعدها يروح يقابل داليا ويقول لها انه لقالها قاتل مأجور هينفذ العملية علشان يتأكدوا من نيتها ويبقى معاهم دليل قوي ضدها. وفعلا محمد وافق وتم تثبيت الكاميرات في العربية، وبعدها بشوية وصلت داليا وركبت العربية مع محمد، وقال لها إنه خلاص لقى القاتل المأجور ومستعد إنه ينفذ العملية، وسألها هل ممكن حد يشك فيها، وداليا ردت عليه بإن مستحيل حد يشك فيها ولا يتهمها بأي حاجة. وبعدها طلب منها مبلغ علشان يديه للقاتل المأجور زي عربون كده، وداليا قالت له إن كل اللي معاها دلوقتي 1200 دولار، وبعد ما ينفذ العملية هتديله 20,000 دولار. وأخد محمد منها الفلوس ونزلت داليا. محمد بعدها راح للشرطة وسلمهم الكاميرا ومعاها ال1200 دولار، وبكده الشرطة بقى معاها دليل واضح إن داليا عندها نية واضحة وصريحة على قتل جوزها مايكل. بس تفتكروا الموضوع هيخلص على كده؟ مستحيل، لأن اللي زي داليا دي تستحق نهاية مختلفة. الشرطة كانت عايزة دليل أقوى تثبت بيه إدانة داليا وتحريضها على قتل جوزها مايكل، وكان القرار إنهم هيستعينوا بضابط شرطة اسمه ويدي جين علشان يمثل إنه القاتل المأجور اللي اتفق معاه محمد شهابي. وفعلا ويدي جين تواصل مع داليا وقال لها إنه من طرف محمد شهابي ومستعد إنه ينفذ العملية، بس الأول محتاج يقابلها علشان يتفقوا على كل التفاصيل. داليا قابلت ويدي جين وركبت معاه عربيته، والمرة دي برضه كان في كاميرات في العربية بتصور كل لحظة وكل كلمة علشان توثق إدانة داليا، وبدأوا يتكلموا على تفاصيل العملية وإزاي هينفذوها. الاتفاق كان إن العملية هتتم يوم الأربع ما بين الساعة 6 للساعة 7 الصبح، لأن ده الوقت اللي مايكل متعود يخرج فيه كل يوم علشان يمشي الكلاب. وفي الوقت ده ويدي هيدخل البيت يستنى مايكل لحد ما يرجع، وبعدها يقتله بطلقتين في راسه، ويكسر بعدها كام شباك على كام فازة على أساس إنها كانت عملية سرقة. بس أهم حاجة إن داليا في الوقت ده لازم ما تكونش في البيت، واتفقوا إنها تخرج تروح الجيم على الساعة 6. وآخر حاجة ويدي قالها لداليا إن كانت خلاص متأكدة إنها عايزة تقتل جوزها ولا لأ، لأن دي آخر فرصة ليها وبعدها مفيش مجال للتراجع. وكان رد داليا على ويدي إنها متأكدة وبنسبة 5000%. No, like I'm determined already. I'm positive, like 5,000% sure. في يوم الأربع الصبح داليا خرجت بدري من البيت وراحت الجيم زي ما اتفقت مع ويدي. ولما أفراد الشرطة اتأكدوا إن مايكل بقى لوحده في البيت راحوا لمايكل ومعاهم فريق تصوير تبع مسلسل وثائقي اسمه كوبس. وأول شيء وثقوه هي اللحظة اللي الضباط قالوا فيها لمايكل إن داليا مراته أجرت قاتل علشان يقتله.
مايكل طبعا ما كانش قادر يستوعب الموضوع، ولكن بعد ما هدى شوية شرحوا له كل حاجة بالتفصيل، وعرفوه إنهم هيحاوطوا البيت بشريط أصفر علشان يظهر المكان وكأن جريمة حصلت فيه، ويشوفوا رد فعل داليا. وفعلا بعد ما ظبطوا كل حاجة اتصلوا على داليا وهي في الجيم وطلبوا منها تسيب اللي في إيديها وتيجي بسرعة على البيت. داليا طبعا كانت مستعدة للحظة دي، ووصلت بسرعة على البيت ولقت الشرطة محاوطين المكان، وبدأ الضابط يقول لها وهو متأثر جدا اللي حصل لجوزها مايكل، واستعدوا علشان تشوفوا رد فعل داليا. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, ma'am. I'm sorry. No, he's not. Listen. No, no, Try to calm down. no. والله أنا مش عارف إزاي أفراد الشرطة قدروا يمنعوا نفسهم من الضحك على منظر داليا وهي بتمثل إنها منهارة قدامهم، وكلهم واقفين وعارفين إن هي اللي مخططة لكل ده. المهم الشرطة أخدت داليا معاهم لمركز الشرطة على أساس إنهم هياخدوا أقوالها، ولكن الحقيقة إنهم أخدوها لمكتب التحقيق، وبدأ المحقق في البداية إنه يعزيها على وفاة جوزها مايكل، وسألها بعدها إن كانت شاكة في أي حد. داليا طبعا كانت مجهزة إجابات لكل الأسئلة، وقالت إنها شاكة في شخص كان فيه مشاكل بينه وبين مايكل، والحقيقة إن الشخص ده كان بيشتغل مع مايكل من فترة ومفيش ما بينهم أي خلافات. ولكن فجأة وداليا بتتكلم دخلوا عليها ويدي جن، الضابط اللي كان بيمثل إنه القاتل المأجور، وقالوا لها إنهم قبضوا على القاتل بعد ما شافوه هو بيحاول يهرب من البيت. داليا طبعا أول ما شافت ويدي اتمسك حست إن خلاص لعبتها اتكشفت، لأن أكيد ويدي هيعترف عليها. ولكن لما لقت إن ويدي واقف ما بيتكلمش وما اعترفش عليها ادعت إنها ما تعرفوش وأول مرة تشوفه. وبعد أكتر من ساعة من الأسئلة المحقق قرر إنه ينهي اللعبة، وقال لداليا أنت هتخرجي من هنا على السجن بتهمة التخطيط لجريمة قتل جوزك مايكل، وإن الشخص اللي كنت فاكراه قاتل مأجور يبقى ضابط شرطة متخفي، وإحنا عارفين كل حاجة من الأول ومسجلين كل كلمة قلتيها صوت وصورة. داليا ظهرت وكأنها مصدومة من اللي بتسمعه، وأنكرت إن ليها علاقة بأي حاجة، وحتى بعد ما شافت الفيديوهات داليا كانت مصممة على موقفها وإن كل ده كذب. ولكن طبعا سواء اعترفت أو لأ الشرطة معاها الأدلة الكفاية، وفي النهاية تم إرسالها للسجن المؤقت لحد ما يتم تحديد ميعاد المحاكمة. والدة داليا وكلت محامي للدفاع عن داليا، وفي المحكمة اخترعت داليا والمحامي قصة وهمية، وهي إن كل اللي حصل ده كان مقصود وتمثيل علشان مايكل يظهر في برامج الواقع البوليسية، لأنها عارفة إن جوزها مايكل بيحب البرامج اللي زي دي، فكانت عايزة تعمل له مفاجأة وتخليه يظهر في واحد من البرامج دي. وطبعا القصة دي لا القاضي صدقها ولا هيئة المحلفين، وفي الآخر تمت إدانة داليا بإنها متهمة في قضية تحريض قتل جوزها مايكل، واتحكم عليها بالسجن لمدة 20 سنة. محامي داليا بعد الحكم ده ادعى إن هيئة المحلفين ممكن يكونوا اتأثروا بالوثائق اللي تم نشره عن طريق المسلسل البوليسي كوبس، وبالتالي مش هيكونوا حياديين، وطعن في نزاهة الحكم. وفعلا المرافعة دي نجحت، وتم إبطال الحكم على داليا وضعها في الحبس المنزلي لمدة 6 سنين. وخلال الفترة دي ظهرت داليا في مقابلات تلفزيونية بتحاول تحسن صورتها قدام الرأي العام. وفي سنة 2016 تمت إدانة داليا للمرة التانية، والمرة دي اتحكم عليها بالسجن لمدة 16 سنة، وهتفضل داليا في السجن لحد سنة 2032. داليا دي مثال للشخص اللي يقدر يسيطر على اللي قدامه لحد ما ياخد منه اللي هو عاوزه، وبعدها يدور على غيره. وأعتقد إن داليا بعد ما تخرج من السجن هتدور على شخص تاني غير مايكل، ومش بعيد والله أعلم يكون مايكل نفسه. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.